السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام والرحمة. شيخنا، أنا عندي لك سؤالين وأتحداك تجاوبهم. أنت تتحداني؟ إيه. وإذا تحديتني بجاوبتي وراها شنو النتيجة الزبدة؟ يا شيخنا، أنا في صديق تشيع وأنا أبغى أتشيع، أكون معك صريح، وعندي سؤالين والله أتشيع إذا جاوبتني صح. أنا أموت. حلفت لك. أنا أموت من تقول لي إذا أتجاوب أتشيع. أنا أجاوب بس ما أريدك تشيع، أبقى ما محتاج شيع. إيش عندي خماسي نقص الواعيب، إيش عندي كل ما عندي يقول الشيع. ما أريدكم تشيعوا، أنا إذا أجاوبك وتروح توكل على الله. طيب، أول سؤال يا شيخنا، أنتم ليش تقولون يا علي ارزقني، وأنت فيك يعني تقول يا الله ارزقني؟ فهمت علي؟ انطيني في روايات الأئمة أوفد حديث من أحاديثنا، إحنا نستدل إلى الكتب والمصادر. أوفى شيء من الأدعية يقول قول يا علي أرزقني، وين؟ طب أنتم تقولون يا علي مدد. مدد غير ارزقني، لا تخبطوا يعني. كلمة يا علي مدد غير يا علي ارزقني، لأن الرزق لله تعالى. يقول الإمام الرضا وأما الخلق والرزق فلله. الإمام يقول مالتنا اللي إحنا نتبعه، أنت إيش قاعد تكذب علي؟ الإمام يقول ومن قال نحن رازقين خالقين فهو كافر. هاي عقيدتنا. طيب. أما يا مدد ما فيها إشكال. رسول الله يطلب المدد من علي. القرآن يحكي على ذي القرنين يطلب المدد من الناس، يقولوا معينوني بقوة. عائشة تطلب المدد من رسول الله هو ميت. عمر بن الخطاب يطلب المدد من عم رسول الله العباس. عبد الله ابن عمر يطلب المدد من رسول الله هو ميت. كلها ما بيها اشكال. هذا طب يمديك تعطيني رواية من عندنا احنا تقول؟ ايوه، عبد الله ابن عمر خدرت رجليه وكان بوقت النبي محمد ميت، فقدم رجله فقال يا محمد. كيف ينادي يا محمد ومحمد ميت؟ طيب، هاي في أقنعتني فيها. جملة الأدب المفرد للإمام البخاري، الرواية مذكورة به. عبد الله بن عمر ينادي يا محمد ومحمد ميت. النبي محمد نفسه يقول وإن قام عيسى ابن مريم، عندك بحديث صحيحة في كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني، رقم الحديث 96، السطر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، قال عن أبي هريرة بسند صحيح عن رسول الله قال رسول الله ولئن قام عيسى ابن مريم ليقوم إماما عادلا فيقف على قبره فيقول يا محمد لا أجبته. كيف عيسى ينادي الأموات كمحمد؟ طيب، بس عندي سؤال ثاني. تمام. طيب هسه لي 1-0، أنا 1-0. اي 1-0 لك. تمام. سؤال الثاني، ليش تسمعون مجالس تضربون نفسكم من الحسين؟ نضرب نفسنا مثل ما رسول الله أمام ضربت الزهراء نفسها ولم يستنكر عليها. سكوت النبي على شيء يدل على حجة والقبولية عند رسول الله. حينما في كتبه قص رسول الله مقتل الحسين، والحسين بعد ما مقتول، الزهراء يقول لطمت وجهها، فالصارخ فاطمة والناعية جبريل، يعني هو الذي نعى الحسين في كتبك، يسولف المقتل، والباكي محمد. وأيضا عندنا أبيات لدعب الأمام الإمام رضا المعصوم إمامي لم يستنكر الإمام رضا، أفاطم لو قلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط الفرات لطمت الخد عنده ولا أجريت دمع العين على الوجنات. وعندك أيضا أن حور العين في كتبة لطمت على الحسين. عندك يقول وبكى على الحسين من خلق ربنا ما يرى وما لا يرى والحور اللاطمات والحور اللاطمات. وعندك أيضا في كتبك الحجر بكى على الحسين في رواية تاريخ الطبري وفي تفسير القرطبي وين راح الولد؟ وين راح؟ مشتغل الجوجل الشيعة اشتغل بعد، شلون يبقى صامت أمامنا؟ وين راح؟ اهرب، العراقيين يخرجون من القوقل. حرق أخوي عامر، اجد. هذا دستلها أنا والله دستلها، إنه مخليني بباسي. ليش قاطعتني؟ ليش؟ مو أنا طلقت صواريختي أنتي.